في قلب اسكندرية، وبالتحديد في شارع كينج عثمان بمنطقة رشدي، بتقف عمارة غريبة الكل بيتجنبها، اسمها عمارة رشدي. مبنى قديم 5 أدوار، شكله عادي من بره، لكن اللي حصل جواه خلى الناس تقول إنها ملعونة. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. القصة بدأت في السبعينات لما واحدة ست اشترت شقة في العمارة، وبعد أسبوع واحد بس الجيران سمعوا صريخ جاي من شقتها، ولما طلعوا لقوها مرمية على الأرض غرقانة في دمها. لكن الغريب مفيش أي علامات اقتحام ولا أي سلاح جريمة. من اليوم ده العمارة بقت مصدر خوف لكل الناس. كل اللي حاول يسكن فيها بيقول نفس الكلام. في أصوات بتتحرك في الممرات، أبواب بتتفتح وتقفل لوحدها، وأصوات بتهمس في ودنا بالليل. في قصة مشهورة عن شابين حاولوا يثبتوا إنها إشاعات، وقرروا يباتوا هناك ليلة واحدة، بس تاني يوم الصبح لقوا واحد منهم مرمي في الشارع، والتاني طلع يجري وبيصرخ هو اللي قتله، هو اللي طلع من الحيطة. من بعدها العمارة اتقفلت بقرار رسمي، واتقال إن في ضابط حاول يدخلها للتحقيق وخرج بعدها بحالة نفسية صعبة جدا. وفي شهود بيحلفوا إنهم شافوا نور بيولع ويطفي كل يوم بعد نص الليل، رغم إنها مقفولة من سنين. ناس قالت إن العمارة مبنية على مقابر قديمة، وناس قالت إن اللي بناها عمل فيها أعمال سحر علشان محدش يعيش بعدها. لكن الحقيقة ولا حد يقدر يفسر اللي بيحصل فيها. لحد النهاردة عمارة رشدي لسه بتخلي أي حد يعدي من جنبها يبدل طريقه ويهمس. ربنا يستر. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تبخلش علينا باللايك، ولو عندك قصة حلوة احكيها لنا في الكومنت علشان تبقى هي موضوع الفيديو اللي جاي.